هذا السيد اللي قدامكم هو اكثر شخص تعرض للظلم. انا فرنساوي صاحبي. هذا السيد سميتو الحسين عموته، في عمره 54 سنه، وزاد في مدينه الخميسات المغربيه، درب شحال من فرقه في المغرب، فين ما كان كيمشي كينجح وكيخلي البصمه ديالو. في 2020 غادي يدرب المنتخب المغربي للمحليين، وغادي يفوز لاول مره بكاس افريقيا للمحليين، لكن هذا الانجاز غادي تنسى بسرعه فاش غادي ينهزم المنتخب ديالنا في ربع نهائي كاس العرب للمحليين، حيث غادي يتعرض لهجمه اعلاميه كبيره وكل شيء غادي يطالب بالاقاله ديالو، وهنا غادي يختفي عموته على الانظار قبل ما غادي يبان في سنه 2023 كمدرب للمنتخب الاردني، وهنا غادي تبدل حياته راسا على عقب. بعد اعلان الاتحاد الاردني التعاقد مع عموته مدرب للمنتخب، الاردنيين غادي يتفاجئوا بمدرب ما كيعرفوش، وغادي يحطوا يديهم على قلبهم، وهنا غادي تبدا الحكايه، حيث غادي يخسر عموته كاع المباريات الاعداديه اللي دار، ما كاين غير الانهزام. فضيحه كرويه ضحيتها اردنيه 6-0 امام النرويج، وانهزام 6-1 قدام اليابان. هذا الشيء غادي يخلي الجماهير والاعلام الاردني طبعا يشنوا حمله اكبر من اللي دارت على عموته في المغرب، وغادي يطالبوا بالاقاله ديالو قبل انطلاق كاس اسيا، وغتخرج القنوات الاردنيه تنتقد الاتحاد الاردني اللي جابوا مدرب فاشل وما معروفش. لكن السي عموته كان عارف اش كيدير، وغادي يفاجئ الجميع في اول مباراه ليه في كاس اسيا بعد ما انتصرت الاردن ب 4-0 على ماليزيا، وهنا غادي تبدا الانطلاقه الحقيقيه ديال المنتخب الاردني، بحيث غادي يقصي العراق المرشح للتتويج بالكاس، وغادي يصعد بهم لاول مره في تاريخهم لنهائي كاس اسيا اللي ما عمر حلمت الاردن توصل ليه. هذا الانجاز غادي يخلي كل شيء مبهر، لدرجه ان بعض الاعلاميين الاردنيين غادي يضطروا يعتذروا منه ويقولوا عليهم كانوا غالطين فيه. المدرب حسين عموته كلمه شكرا قليله عليه، ترفع له القبعه. وهذا الشيء كيبين لنا كيفاش نحن العرب جميعا نقدروا نعطوا للاجنبي يسير امورنا لسنوات بلا ما نسالوا عن الفشل، ولكن فاش كيتعلق الامر واحد بحالنا فراه كنبغوا يحقق النجاح في ظرف الشهر ولا يمشي بحاله، وهذه اللي كينطبق عليها المثل المطرب الحي للاسف لا يطرب. الحقيقه انا اليوم فرحان بزاف لعموته، لان هذا الفرح اليوماتي وهذا الانتصار ماشي غير للاردنيين وانما ايضا للمغاربه، لان عموته مغربي وانا متبعو شحال هادي وكيعجبني. وفي واحد النهار سمعته كيتكلم مع مجموعه من الصحفيين وسولوه بالفرنسيه، ورد عليهم وقال لهم تكلموا معنا بالعربيه اللي هي اللغه الرسميه وهي لغتنا الحقيقيه. وهذا طبعا ما كيديروها غير الناس اللي عندهم يحافظوا على الهويه ديالهم، وللاسف الشديد عندنا بزاف ديال عموته في هذه البلاد، ولكن ما كنعرفوش القيمه ديالهم حتى كيخرجوا للخارج عاد كيبينوا الكفاءه ديالهم وكيثبتوها، عاد كنولوا نتكلموا عليهم. هاد العموته هادو كاينين هنا في الصحه، كاينين في التعليم، كاينين في السياسه، كاينين في الاقتصاد، كاين في كل المجالات كاين عموته، ولكن ما كنعطوهمش للاسف هنايا الفرصه باش يبانوا. لماذا؟ لان هنايا عندنا ما عندناش الكفاءات، عندنا الولاءات. وهذا كيحن على واحد السؤال كبير وعريض، لماذا تهاجر الكفاءات المغربيه الى الخارج امثال عموته وغيرهم، وعلاش ما تستافد منهم البلاد؟ وشحال من عموته عندنا في الطب، لانه الا جينا نقراو الاحصائيات الحقيقيه ديال الاطباء اللي هاجرات لكندا وفرنسا والدول الاوروبيه بصفه عامه، غادي نلقاو اكثر من 2000 و 3000 طبيب كتهاجر سنويا الى اوروبا والى كندا والولايات المتحده الامريكيه، وقيس على ذلك مجموعه من المجالات تخسر البلاد مجموعه من الكفاءات اللي خسرات عليها الفلوس ديالها وقراتها في المدارس العموميه. اليوماتيه كنقولها وكنأكدها، خاصنا نعاودوا الحساب بزاف، وخاصنا نعطوا القيمه للمواطنين الاكفاء داخل هذا البلد هذا، وما نتموش نحاربوا الشرفاء ونحاربوا يعني الكفاءات داخل البلاد اللي اليوماتيه كنشوفوا المشهد السياسي للاسف الشديد بائس، واللي كيدور به غير الولاءات، اللي كيدور به يكون الناس اللي عليهم الشبهات. بزاف الحوايج خاصها تغير. عموت عطانا درس اليوماتيه من الاردن كما عطاونا دروس اخرين وحدين اخرين في الطب وفي الاقتصاد وفي مجموعه من الحوايج اللي ما عمرنا سمعنا عليها، ولكن كنشوفوا الرايه حتى في الرياضه كنشوفوا الرايه المغربيه كترفرف عاليا في مجموعه من الدول بانجازات سواء كانت نسويه او سواء كانت للرجال، ومغاربه وما كينساو بلادهم وكيبغوا بلادهم. تحياتي لكم والسلام عليكم.